ايوه يعني، وايه المشكله لما اقفل شقتي ومفاتيحي تبقى معايا؟ مش كل حاجتي وحياتي تكون مشعه بالشكل ده. اشمعنى انا مش معايا مفاتيح شقتكم، ولا بطلع ولا بنزل عندكم كده زيكم من غير استئذان؟ هي حبيبتي دي شقه اخويا، يعني ندخل ونطلع براحتنا، مفيش حد غريب. لكن لو انت بقى تاخدي مفاتيحنا وتدخلي وتطلعي زي ما انت عاوزه زيك زينا، يبقى ازاي الحال بقى؟ ازاي الحال لما جوازاتنا يكونوا موجودين جوه؟ سامعين طريقه كلامهم؟ هي دي بقى أزمة حياتي من يوم ما دخلت بيت العيلة، وأنا شقتي مباحة ومتاحة طول الوقت لأخوات جوزي. ومش بس كده، لا، أنا لسه هقول لكم على اللي يغيظ أكتر من كده كمان. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا، وشير للفيديو في مواقع التواصل بتاعتكم لو حبيتوه. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا يارا متجوزة هاشم اللي باباه يبقى كبير العيلة، وحكم على كل عياله يتجوزوا معاه في بيت واحد، بيت كبير 6 أدوار. حتى البنات حكم على جوازاتهم نفس الحكم. وفي أول دور ساكن حماية وحماتي، أما الدور التاني بقى أخو جوزي الكبير، والتالت أنا وهاشم، والباقي إخواته البنات بسملة وسارة ونادية. ودول بقى من يوم ما اتجوزت وهم بيدخلوا ويطلعوا على شقتي ويفتحوا عليا عادي بالمفتاح من غير أي استئذان. مش كده وبس، دول وارثيني بالحياة زي ما هحكي لكم كده. مين بره؟ مين اللي دخل؟ ايه يا يارا، هو انت بتاخدي دش ولا ايه؟ طب خليكي براحتك، ما تقلقيش، انا نادية، هاخد حاجة بس من جوه ونازلة على طول. طيب ثواني يا نادية، ثواني بس هطلعلك. هو انت معاكي حد؟ معايا الولاد، خلاص اخدت اللي انا عاوزاه، ما انا عارفة طريق كل حاجة، ما تقلقيش انت بس. واطلع والاقي الشقة فوقها تحتيها، مفيش حاجة في مكانها، دولابي كمان مفتوح والسراحة كلها فوق بعضها. ولقيت هاشم داخل عليا وبيقول لي: ايه ده؟ هو في ايه؟ يعني ينفع كده يا هاشم؟ ينفع الشقة قدامك بالمنظر ده انا كنت مرتباها، ويا دوب دخلت الحمام. هو انا جوه في الحمام لقيت اختك جوه الشقة، فتحت ودخلت هي وعيالها عادي كده، ومشوا بالجزم لحد اوضه النوم. شايف المنظر؟ شايف السجاد؟ معلش يا يورا، معلش، يمكن ولاد هم اللي بهدلوا الدنيا بالشكل ده. يعني كده يرضي ربنا؟ يعني هي ما تعرفش تقول لهم عيب؟ ده حتى ورق الشوكولاته بتاعهم واكلينه ومرمي على الارض. وايه اللي دخلهم اوضه النوم؟ وليه اصلا مفتاح شقتي لازم يكون من بره؟ اي حد يدخل عليا عادي في اي وقت. يارا انا قلت لك قبل كده، هو ده نظام البيت هنا، ودول اخواتي وانا ما اقدرش ازعلهم مني، وبلاش مشاكل ارجوكي. حاضر يا هاشم، اللي تشوفه، بلاش مشاكل، بس على الاقل تستأذني انها عايزه حاجه من حاجتي، وتشوفني الاول محتاجاها ولا لا. اديها اخذت الاستشوار بتاعي من غير ما تقول طبعا، رغم انها عارفه اني بنشف دايما شعري بيه اول ما بخرج من الحمام. خلاص يا يورا، ما تكبريش الموضوع بالشكل ده، معلش يا حبيبتي، عشان خاطري ما تزعليش حد منك. شايفين بذمتكم الكلمه؟ هو مين اللي يزعل من مين بس يا ناس؟ وسكت وعديت، رغم اني لسه عروسه ما بقاليش كام شهر، وفضل الوضع زي ما هو. اي واحده من اخواته عايزه اي حاجه، حتى لو الحاجه دي جهازي وحاجتي اللي بابا جابها لي، تطلع وتاخد من غير اي استئذان. واللي يغيظ اكتر بقى ان مامتهم بتبقى عادي عارفه، ولا بتقول عيب ولا ما يصحش. اتفاجئ بلبسي ومكياجي وهو عليهم. الله، حلو عليكي الفستان ده قوي يا بسمله، تصدقي تحفه. والله جميل ومظبوط عليكي جدا. ايه ده انا جايبه اخوه بالظبط عندي فوق. اخوه ده ايه ده؟ هو يا حبيبتي، اصلا انا رايحه عند حماتي وزهقت من لبسي، فقلت بقى اغير والبس حاجه من عندك تكون جديده. يعني ايه؟ انت طلعتي خدتيه امتى؟ وبعدين مش كنت استأذنتي الاول يا بسمله تقولي لي؟ عادي يعني، طلعت بيت اخويا براحتي وعجبتني حاجه وخدتها، وبعدين ما انا لما ارجع هرجعهولك، هو هيروح فين يعني؟ يا بنتي ده
شواري اللي ابويا جابهولي، مش اخوكي اللي جايبه ولا حاجه. وبعدين ده انا 3/4 حاجتي عندكم انتي واخواتك، وما خدتهاش ولا رجعت لي. فيها ايه يعني يا يارا؟ فيها ايه لما نلبس مع بعض؟ هو انا لو جيتي قلتيلي على حاجه عندي هقولك لا؟ انا اصلا ما بحبش البس من حد ولا اخد حاجه حد. وبعدين يا طنط يعني هو انت راضيه عن اللي بيحصل ده؟ هو ايه المشكله يعني يا يارا؟ ايه المشكله لما يتعشموا فيكي ويعتبروكي واحده منهم؟ ما هم طول عمرهم بيلبسوا من بعض عادي. وبعدين يعني هما بيروحوا عند مين؟ دول بيفتحوا بيت اخوهم، هو بيت حد غريب؟ وما تاخذنيش يعني يا حبيبتي، يطلعوا ينزلوا في اي وقت هم عاوزينه. هو من هنا بقى، من هنا وصل الموضوع لدرجه ان حتى سلفتي هي كمان بقت تطلع لي فجاه، وبص الاقيها قصادي في الشقه. بس يعني الشهاده لله هي ما كانتش بتاخد مني اي حاجه، بس الموقف نفسه غريب، ما شفتوش عند حد قبل كده. مرة تانية أكون محتاجة جهاز الليزر بتاعي وأقلب عليه الدنيا وما الاقيهوش، زي حاجات كتير من مكياجي ولبسي وشواري بخ، فص ملح وداب. يعني كده ينفع برضه يا هاشم؟ أنا حاجتي كلها ما بقتش لاقياها، وبتفاجئ بيها وهي عند اخواتك يا إما عليهم وهم لابسينها. حتى جهاز الليزر بتعتقش منهم. معلش يا يارا، حقك عليا، قلتلك شوفي اللي ناقصك ايه وانا هجيبهولك على طول، هجيبلك بداله زي ما قلتلك، بس برضه ما تزعلهمش منك. لا، انا كده تعبت يا هاشم، كل اللي همك ان هما ما يزعلوش، وانا ايه عادي بالنسبه لك؟ ازعل مش مهم. وبعدين الفلوس اللي انت هتشورني بيها من اول وجديد دي مش احنا اولى بيها؟ خصوصا لما نخلف ولا نجيب ولاد. انا بجد مش حاسه باي خصوصيه خالص. دول برضه اخواتي وانا ما اقدرش ازعلهم يا يارا، اعمل ايه يعني؟ انا مش عاوزه اقعد هنا، انت لازم تجيب لي شقه بره بعيده عنهم. انا من حق احس ان ده بيتي وليا فيه خصوصيه شويه صغيره حتى قد كده، لكن بالشكل ده كتير عليا يا هاشم. لا، انت تنسي الموضوع ده خالص وتشيليه من دماغك. انا مش هقدر ابدا ما انفذش كلام ابويا واطلع بره بيت العيله. خلاص تمام كده، تمام قوي. هو انا بقى اللي رايحه عند بابا لحد ما اتصرف انت مع اخواتك وتفهمهم ان اللي بيعملوه ده عيب وما يصحش. وكانت كل مشكله بتحصل ما بيني وما بين هاشم ولا ازعل واروح عند اهلي بيكونوا هم السبب فيها. وحتى لما هاشم كان يراضيني ويصالحني ويوعدني ان ده مش هيتكرر، ارجع الاقي نفس الوضع وما اتغيرش، بالعكس بيزيدوا فيها. طبعا ده كله برعايه وتشجيع حماتي. ده انا وصل بيا الحال اني غيرت الكالون، غيرته مرتين، وعشان كده عملوا معايا مشاكل كتير قوي، بس كلها كوم. واخر مشكله بقى كانت كوم تاني خالص. انا في مره كنت نايمه شويه ومريحه في بيتي براحتي بقى يا جماعه، وفجاه لقيت نور الاوضه اتفتح عليا. ايه ده؟ في ايه؟ ليه بس كده يا ساره؟ ده انا نايمه. طب يا بنتي ردي الجرس ولا خبطي عليا حتى البس اي حاجه، هو كده ينفع يعني؟ هي اختي نامي، ده انا هو في حد غريب يعني هيدخل عليكي؟ ما احنا ستات زي بعضنا. يعني ينفع انا ادخل عليكي اوضه نومك وافتح النور بالطريقه دي؟ بصراحه انتوا زودتوها قوي، ما ينفعش كده. في ايه يا ساره؟ اتاخرتي كده ليه؟ يلا يا بنتي استني لما اجيب الشنطه البيضه. نعم يا ناديه، انا قاعده على فكره. ايه مش شايفاني؟ عاوزه ايه من دولابي؟ باخد الشنطه من عندك، شنطه تليق على لبسي، واتكلمي معايا باسلوب احسن من كده. مالك في ايه؟ يلا بينا احنا، لحسن نتاخر ولا حاجه، ولما نرجع بقى نبقى نشوف الست هانم معوجه علينا كده ليه. وسابوني ولا سالوا فيا ولا كاني بتكلم. طبعا مش لاقيين حد يوقفهم عند حدهم ولا يقول لهم عيب. وعشان كده رحت مغيره كالون شقتي وشلت كل المفاتيح. ولما عرفوا بقى الدنيا ايه قامت على حيلها. هو المفتاح ما بيفتحش ليه؟ هو انت برضه غيرتي الكالون؟ ايوه يا طنط غيرته، لان اللي حصل النهارده من ساره وناديه ده عيب قوي وما يصحش. هو انت بقى اللي هتعرفينا ايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش؟ ولا انت عاوزه تفرقي ما بين ابني واخواته البنات وكمان عاوزه تمنعيهم من دخول بيت اخوهم؟ حضرتك عارفه يا طنط كويس قوي ان عمري ما اقصد حاجه زي دي، واهلا وسهلا بيهم في اي وقت، بس يستأذنوا يرنوا عليا الجرس زي ما الدين والاصول بيقولوا.
وهو انت هتعملينا ضيوف في بيتنا ولا ايه ان شاء الله؟ وايه المشكله يعني لما اقفل شقتي ومفتاحي يبقى معايا؟ مش كل حاجتي وحياتي تكون كده مشاع؟ اشمعنى انا مش معايا مفاتيح شقتكم، ولا بطلع ولا بنزل عندكم كده عادي من غير استئذان؟ هي حبيبتي دي شقه اخويا، ندخل ونطلع براحتنا، مفيش حد غريب. لكن انت بقى لما تاخدي مفاتيحنا وتدخلي براحتك وتطلعي براحتك هيبقى مش عادي. احنا رجالتنا معانا وغربة عنك. يا ستي انا ولا عايزه مفاتيحكم ولا ادخل ولا اطلع، انا بس كل اللي بطلبه منكم انكم تحترموا خصوصيتي شويه زي ما انا ما بحترم خصوصياتكم. وفي الوقت ده كان هاشم وحماية داخلين، ولسه هاشم بيدخل يزعق لي لما سمعني بقول الكلام ده، ولقيت حماية اتدخل. بصوا الاول هاشم قال ايه يا يارا اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ اتجننت عشان عاوزه ابسط حقوقي، عشان نفسي احس ان عندي خصوصيه كل اللي حواليا بيحترموها. اتجننت عشان عاوزه اتهنى بحاجتي زي باقي الناس، مش اشوفها على اخواتك هما يلبسوها قبلي. ثانيه واحده كده، استنوا يا جماعه، انت ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا يارا؟ عاوزه افهم يا بنتي ايه اللي حصل بالظبط. حكيت لحماية على كل اللي حصل من البدايه ومن الاول، وقلت له انا اسفه يا عمي، بس الوضع ده انا مش هقدر اتحمله اكتر من كده. من غير اسف يا بنتي، انت عشان بنت اصول لسه في بيتك لحد دلوقتي بعد كل اللي حكيتيه ده. احنا اللي اسفين عشان واضح اني معرفتش اربي بناتي وما علمتهمش ان البيوت اسرار وليها حرمه. وفيها ايه يعني يا بابا؟ ده بيت اخونا. ايوه يا حاج، وفيها ايه؟ هما يعني ياخدوا منها الاذن عشان يطلعوا عند اخوهم؟ بيته هو بيتهم. اسكتوا خالص، ما اسمعش صوت واحده منكم، دي شقتها ومملكتها، ما كل واحده فيكم ليها بيتها وعامله له حدود، يبقى بنت الناس كمان ليها نفس الحق. إيه خلاص يا بابا خلاص، الموضوع ما يستاهلش، حصل خير. غلطان يا ابني، ده الموضوع يستاهل قوي، ومراتك عندها ألف حق، عندها حق تتضايق من اللي بيحصل ده. ويا ابني حتى لو انت بتعوضها عن اللي اخواتك بياخدوه، فهم في الاخر بياخدوه من غير رضاها ولا اذنها. وقتها عمرك ما هتكمل قوامتك قدامها الا لما تحفظ لها حقوقها وخصوصيتها، دي ابسط حق ليها، وده رأي الشرع والدين قبل ما يكون هو ده الذوق والاحترام. وفرحت قوي، فرحت جدا برد حماية عليهم اللي خلى الكل يلزم حدوده. واخيرا مفتاح شقتي معايا انا وجوزي وبس. وكان من الاول لازم الكل يفهم ان لكل بيت حرمته، وقبل ما ندخل عند حد لازم نستأذن الاول زي ما ديننا امرنا. ويا ريت كل واحد ما يقبلش على غيره اللي ما يقبلوش على نفسه. لو بيوت العيلة سكنها ضروري يا جماعة بالنسبة لكم، يبقى نعرف حدودنا ايه، نعرف اللي لينا واللي علينا. وهي حسبة كده بدايتها ونهايتها في ايد اهل الزوج، يراعوا ربنا في بيت الناس زي ما بيتمنوا يلاقوا اللي يراعي ربنا في بناتهم. اسمع يا سهر، انا مش قادرة اتحمل الحياة الصامتة دي اكتر من كده، وخلاص انا بصراحة كده ومن الاخر قررت اتجوز. انت ايه اللي بتقوله ده يا حسن؟ تتجوز عليا انا؟ ليه؟ ايه اللي ناقصك؟ ياه، ايه اللي ناقصني؟ ده اللي ناقصني كتير قوي قوي قوي. ناقصني زوجة ومشاعر ودفى واحتواء، ناقصني كل حاجة. ده الكلام اللي قلته لمراتي رغم حبي الكبير ليها، بس قبل ما تظلموني وتيجوا عليا وتفكروا اني راجل خاين قليل الاصل، اسمعوا الحكاية من اولها والبداية، وهتعرفوا كويس قوي وقتها ان هي اللي وصلتني للقرار ده بعد اكتر من 10 سنين جواز. لكن الاول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا، وشير للفيديو في مواقع التواصل بتاعتكم لو حبيتوه. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا حسن، شاب متجوز ومعايا أولاد، لكن حياتي صعبة قوي بسبب عدم التفاهم مع مراتي. وقبل الجواز كنت دايما في حالي، ما كانش ليا أي علاقات غير كل أصحابي اللي كانوا دايما بيستغربوني. أنا خارج مع ياسمين بكرة، إيه رأيك؟ ما تيجي معايا يا عم؟ وهتبقى جاية معاها هايدي صاحبتها
وشكلها كده معجبة بيك قوي. لا لا لا، بقول لك ايه، انا ماليش في المواضيع دي، انا دلوقتي مركز في مستقبلي وبس، وبعد كده بقى اي حاجة تانية تبقى تيجي. يا عم ما تفك شوية، وفيها ايه يعني لما تشم نفسك حبة؟ وبعدين في ايه؟ مش يمكن تحبها بجد ونبص نلاقيها بقت من نصيبك؟ انتوا برضو بتوع كده، بتوع تحبك بجد ويحبها بجد. يا عم الله يسهل لكم ويهدي لكم حالكم. انا سايبها كده، كل حاجة تيجي في وقتها. بكرة اكيد ربنا هيكرمني بزوجة تعوضني وتقدرني وعيش معاها الحب اللي كنت نفسي اعيشه، وكل اللي بتمناه اشوفه معاها. ما تقلقش عليا انت بس يا عم ممدوح، خليك في نفسك. كانت هي دي حياتي مع اصحابي، انا اخترت الجد والدغري وهم كانوا بيهزروا. المهم بعد ما اسست مستقبلي قابلت سهر اللي كانت بنت صاحبة ماما، وعجبنا ببعض جدا واتجوزنا. وبالرغم من اننا حبينا بعض، بس للأسف بعد الجواز لقيتها من النوع الساكت خالص، جد قوي، ما بتعبرش عن مشاعرها نهائي. ومهما عملت لها ولا حتى جبت لها ما لاقيش منها اي رد فعل عدل. مساء الخير يا حبيبتي، عامله ايه النهارده؟ تمام الحمد لله. ادخل بقى واقفل الباب وراك وانا هدخل اسخن الاكل اهو. ايه يا ستي الكروته دي؟ مش الاول كده تستقبلي جوزك حبيبك كويس اللي جايب لك حتى هديه معاه؟ ايه ما وحشتكيش؟ ده انت رايق قوي يا حسن. هو انت ايه جاي من المطار وعايزني استقبلك؟ هو جايب معاك هديه بمناسبه ايه بقى ان شاء الله؟ اولا عشان بحبك، ثانيا بقى عشان من يومين واحنا راجعين من عند ماما شفتي الفستان ده وعجبك قوي. ايه ده؟ هو انت لسه فاكر؟ طيب يا سيدي متشكره قوي. يلا بقى يلا عشان ناكل وننام شويه، اصل ما نمتش النهارده الساعه بتاعت الظهر، وانت عارف دي بتفرق معايا قد ايه. تنامي ايه بس؟ وايه شكرا دي؟ على الاقل يا ستي اجبري بخاطري، قولي لي كلمه حلوه ولا حتى اقعدي شويه معايا. ما انا كده كده كنت هاخد منك فلوس واشتري الفستان، وبعدين هو احنا هنروح من بعض فين يعني يا حسن؟ بكره ان شاء الله نقعد مع بعض شويه. وزي ما انتم شايفين كده، كل ما اجيب لها هديه ولا حتى اخرجها تحسسني ان هو ده الطبيعي، مفيش منها اي انبهار ولا حتى كلمه عدله، حاجه تبل الريق. جد قوي، عايشه حياتها بطريقه جد قوي، رغم انها بتقول انها بتحبني. وعشان كده حاولت الفت نظرها كتير واتكلم معاها يمكن تتغير شويه، لكن للاسف ما قدرتش، زي ما هتشوفوا كده. ها يا سهر، جهزتي الولاد؟ ايوه يا بابا خلاص احنا جهزنا اهو. طب يلا بقى يا حلوين، اسبقوني على تحت، عندي ليكوا حته دي مفاجاه مش هتصدقوها. بجد؟ حاضر يا بابا، هننزل على طول اهو. ممكن اعرف بقى واخد الولاد كده ورايح على فين؟ ومفاجاه ايه دي اللي تحت؟ دي مروه اختي يا ستي، بايته عند ماما يومين وهتاخد الولاد يلعبوا مع عيالها. وسيبيلي انت نفسك بقى، سيبيلي روحك خالص اليومين دول، انا اخدتلك اجازه من الشغل، هنقضي يومين عسل، انما ايه مش هيتعوضوا، فسح وخروج وسهر. ها ايه رايك بقى؟ هو انت مش هتبطل ابدا يا حسن طريقتك دي؟ هو ايه احنا لسه عيال صغيره؟ تعطل شغلك وتعطلني معاك انا والولاد. هي يا ابني ده احنا عندنا تمارين ودروس وحاجات ما بتخلص، ايه التفاهه دي؟ اعطلك واعطلهم ايه؟ احنا مش في وقت دراسه، وقلت فرصه يفصلوا شويه، واحنا كمان نفصل حبه معاهم ونجدد الحب اللي ما بيننا، الحب اللي قرب يختفي ما بيننا ده بسبب برودك وجدك. وكمان شايفاني تافه؟ هو عشان عاقله شويه ومش تافهه زي باقي الستات ابقى بارده وجد؟ خليك واقعي كده حبه يا حسن، انت عارف اني بحبك وانا عارفه انك بتحبني، يبقى خلاص ايه لازمته بقى شغل المراهقين ده؟ دي مش مراهقه ولا حاجه، بس لو عايزه واقعيه يبقى خدي عندك بقى، انا زهقت ومشاعري بدات تتغير من ناحيتك. اقول لك على حاجه تانية كمان، يا ريتك زي باقي الستات التافهه دي، على الاقل بتحس وعندها مشاعر تديها لجوزها. ايه رايك بقى؟ حلوه الواقعيه دي؟ الله الله، كل ده يا حسن جواك؟ كل ده جواك من ناحيتي؟ وفي ايه تاني عاوز تقولهولي؟ عايزه اقول لك يا ريت تخلي بالك بقى، انت خليتيني احس ان عندي فراغ عاطفي. عارفه يعني ايه ولا مش عارفه؟ في حاجات كتير قوي انا محتاج لها ومش لاقيها فيكي، وانا ياما كلمتك وفهمتك
قلتلك خلي بالك قبل ما اضيع منك، وانت مفيش فايدة، اللي فيكي فيكي. واللي قدامكم ده اتكرر كتير قوي، وسمعتها الكلام ده كتير، لكن للأسف من غير فايدة. بكلم في نفسي. الحياة ما بيننا بقت صامتة قوي. غالبا هو ده بقى اللي بيتقال عليه الطلاق الصامت، اللي سمعت عنه كتير، ولكن من كتر حبي فيها وخوفي ان اضعف واغلط ما يأستش وحاولت اكتر. ومن كتر محاولاتي والضغط عليها حصلت ما بيننا مشاكل كتير قوي. واخر حل وصلت له اني عرفت اهلها وقلت لهم، وبرضه للأسف ما قدروش يغيروها. لحد ما في يوم من زهقي نزلت قعدت على القهوة شوية، نزلت أفكر إيه اللي أنا فيه ده، وبسأل نفسي وبقول هو ده آخر صبري؟ ويا ترى هقدر أتحمل لحد إمتى؟ وفقت على سؤال ممدوح لما لقيته قدامي وبيقول لي إيه يا حسن، عامل إيه؟ ما كلمتنيش ليه طالما نازل؟ كنت نزلت قعدت معاك. معلش يا ممدوح، ما كنتش عامل حسابي، ما كنتش فاكر إني هنزل تاني، بس هي جت كده بقى. أيوة قلتلي، طالما هي جت كده بقى يبقى أكيد نازل بمشكلة. إيه، متخانق مع المدام ولا إيه؟ مالك يا ابني، هو أنت على طول مهموم كده؟ على طول شايل طاجن ستك؟ قولي طيب، الولاد بخير؟ ما تتكلم يا حسن، ما تقلقنيش عليك، ساكت كده ليه؟ هتكلم أقول إيه بس يا ممدوح؟ أقول لك إني عشت طول حياتي من وأنا صغير بعمل كل حاجة صح، وخايف أعمل أي حاجة حرام، وما عملتش أي حاجة زي باقي الشباب اللي في سني، ولا جربت حتى مشاعر الحب عشان ربنا يعوضني بالزوجة الصالحة اللي تعوضني عن كل ده بعد الجواز، تعوضهولي في الحلال، وفي الآخر يبقى ده حالي. ليه بس بتقول كده يا حسن؟ ده احنا كلنا بنحسدك على عقلك. اوعى تندم على أي حاجة صح عملتها، يمكن يكون ده سبب نجاحك في شغلك، وربنا يبارك لك في ولادك يا سيدي. وما شاء الله يمكن انت اكتر واحد فينا مستقر في حياته. قول الحمد لله يا جدع. الحمد لله على كل شيء، لكن كلكم شايفين حياتي من بره، من بره بس يا ممدوح. انا وسهر بعاد قوي عن بعض. انا حاسس كاني عايش لوحدي، رغم اني مش مخليها محتاجه اي حاجه، لكن مشاعرها بارده قوي، جد قوي. كل حاجه عندها بحساب، الكلمه بحساب، الضحكه بحساب، عكسي في كل حاجه. طب ما تحاول تقرب منها، اتكلم معاها، اعمل انت الجو اللي يسمح لها بكده، اللي يخليها تقدر تعبر بيها عن مشاعرها ليك. انتم ما بينكم ولاد يا حسن. ياه، ده انا حاولت كتير قوي، حاولت كتير جدا، وعملت كل اللي يخطر في بالك وما يخطرش. يمكن يكون فعلا الولاد هما اللي بيهونوا على الواحد، بس خلاص انا مش قادر اركز في شغلي ولا حتى مستقبلي. حاسس ان ناقصني حاجات كتير قوي. انا متجوز مع ايقاف التنفيذ، ولا عشت حياتي قبل الجواز ولا حتى بعده. طب اسمع يا سيدي، طالما انت متأكد من حبها ليك، العب كده لعبة صغيرة معاها، اعتبرها اخر محاولة عشان خاطر حتى ولادك. والله انت فايق، فايق ورايق يا ممدوح. بص بقولك ايه وانت بتقولي ايه؟ لعبة ايه يا عم؟ هي دي تفهم في الكلام ده؟ اسمعني بس، انا عاوزك تتغير شوية معاها اليومين دول، ما تديهاش اي اهتمام ولا اي مشاعر. بين لها انك مشغول عنها تماما، وعن البيت وعن الولاد وعن كل حياتكم. وبعد كده قول لها انك محتاج تتجوز، وانك اتعرفت على واحدة وشايفها مناسبة جدا ليك، ولقيت فيها كل اللي بتدور عليه ومحتاجه ومستنيته لحياتك. يا ابني انا قلت لها كتير، فهمتها، قلت لها خدي بالك، ما تخلينيش ابص بره، ودي ما فيش فايدة فيها، لا حياة لمن تنادي. اسمع مني بس، التحذير والكلام حاجة والفعل حاجة تانية خالص. انت تفهمها انك خلاص هتعمل كده فعلا. صدقني في ناس بتبقى محتاجة كتير قوي ألم كده، ألم عشان تصحصح لنفسها وتشوف النعمة اللي هتضيعها من ايديها. والصراحة انا اقتنعت قوي بكلام ممدوح، خصوصا اني عملت كل حاجة معاها وحذرتها من خسارتي. حتى اهلها تعبوا كتير معاها ونصحوها كتير جدا، وهي مفيش فايدة. عشان كده قلت لها اسمعي بقى سهر، انا مش قادر استحمل اكتر من كده. الحياة الصامتة دي انا مش قادر عليها، وخلاص انا قررت اتجوز.
ايه؟ انت ايه اللي بتقوله ده يا حسن؟ تتجوز عليا انا؟ ليه؟ ايه اللي ناقصك؟ عشان كده بقالك فترة بتغير معايا، مشغول عننا كلنا. ياه، بتسألي ايه اللي ناقصني؟ ده انا ناقصني كتير قوي قوي. ناقصني زوجة ومشاعر ودفى واحتواء. واتكلمت معاكي كتير ومفيش منك اي فايدة. انا خدت قراري خلاص، ولو تحبي تكملي عشان العيال مفيش مشكلة، ولو عاوزة تطلقي برضو تمام، مفيش اي مشكلة. هعملك كل اللي انت عاوزاه. احنا اصلا نعتبر متطلقين من زمان. بس يا حسن اسكت اسكت، انت عارف انت بتقول ايه؟ انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. انا حياتي كلها بعيشها عشانك انت والولاد، يبقى ده جزائي في الاخر؟ انا حاولت اقرب لك كتير قوي والفت نظرك اكتر، وانت ولا همك كلامي. والحياه اللي بتتكلمي عليها دي انت عايشاها فعلا، بس عشان البيت والولاد، مش عشاني انا. ياما قلت لك هتخسريني، حتى مامتك شاهده عليكي وياما فهمتك، هو قالت لك جوزك لو ما لقاش منك الحنيه والكلمه الحلوه هيدور عليها بره. انت ضمنتيني بزياده قوي يا سهر، وفعلا انا لقيت الحنيه والاحتواء بره. حسن انا بحبك، ارجوك بلاش تنهي اللي ما بينا، ادي حياتنا فرصه تانية، وانا وعدك اني هتغير. صدقيني يا سهر، الراجل يوم ما يلاقي الحنيه والحب حتى لو بره بيته هيجري عليها، عشان هيلاقي اللي بيديله حقه وبيسمعه وبيحتويه، هيلاقي اللي يقدر اقل كلمه منه. عموما انا قدامي واحده مناسبه، بس لسه بفكر كده في كام حاجه قبل ما اخد الخطوه واكمل الموضوع. ساعتها فضلت واقفه ساكته، بصالي وساكته زي ما تكون بتستوعب اللي بيتقال. ورغم انها اخدت جنبي يومين واتكلمت مع مامتها، الا انها اخيرا خافت تخسرني وسمعت كلام امها وبقت تغير من نفسها. اتغيرت كتير قوي، بقت تهتم بيا، اتبدلت تماما، بقت بنت صغيره لسه بتحب من اول وجديد. واخيرا عرفت تكمل اللي ناقصني، وخصوصا كمان اني فهمتها اني صرفت نظر عن الجواز بعد التغيير اللي لقيته منها. اصل الراجل المحترم لو مرتاح في بيته ومراته بالنسبه له حضن كبير ليه هيبص بره؟ ده لو سوي يعني، مش زي اصحابنا اياهم. يا ريت لو كل واحد ياخد باله من النعمه اللي في ايديه قبل ما تروح منه. ولو جوزك بيحبك ومش مخليكي محتاجه اي حاجه، يبقى انت كمان تقدريه وتحسسيه بحبك ده. حتى لو مر ما بينكم 20 سنه، حياتكم هيكون لها طعم تاني. الحب ما بين الراجل ومراته مش مقيد بسن ولا بعمر. كملوا احتياجات بعض بدل ما ترجعوا تقولوا يا ريت وتدوروا على اللي كان. بس هيبقى وقتها بعد فوات الأوان.